بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة التاريخ. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن درس مهم جدا، وهو درس مصر في عصري الطولونيين والإخشيديين. مصر في عصري الطولونيين والإخشيديين. طيب، درس النهاردة طبعا درس مهم جدا، بنتكلم عن دولتين مهمين قاموا في مصر، وأبرز الدول المستقلة التي قامت في مصر هي دولتي الطولونيين والإخشيديين. بس في عندي سبب مهم. مصر دايما كان الولاة او يعني الولاة في عصري العباسيين او عصر العثمانيين او غيره، اي والي كان بيجي مصر كان دايما يستقل بالولايات، خصوصا ولاية مصر. طيب، ايه السبب او العوامل اللي خلت الولاة يقبلون على حكم مصر والانفراد بيها؟ عندي اول سبب قوة مصر اقتصاديا. مصر كانت دولة قوية اقتصاديا، لذلك طمع فيها الولاة. السبب الثاني موقع مصر المتميز. مصر ده موقعها متميز. 3 طبيعة شعبها الطيب. يبقى عندي 3 أسباب همت أدوا أو جعلت الولاة يقبلون على حكم مصر والانفراد بها: قوة مصر، موقع مصر، طبيعة شعب طبيعة الشعب المصري. لذلك هندرس في الدرس بتاعنا دولتين من أهم الدولتين، من أبرز الدول المستقلة التي قامت في مصر، هي الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية. فبداية هنبدأ بالدولة الطولونية. الدولة الطولونية تنسب إلى مؤسسها أحمد ابن طولون. أحمد ابن طولون هو كان من أصل تركي. الدولة قامت طبعا في مصر وبلاد الشام والحجاز زي ما شايفين في الخريطة. الدولة الطولونية في مصر والشام والحجاز، ومؤسسها طبعا هو أحمد ابن طولون ومن أصل تركي، ودي بتيجي أكمل كتير. كان أحمد ابن طولون من أصل تركي، أو ده علامة صح وغلط. أحمد ابن طولون كان من أصل فارسي، غلط طبعا، هو من أصل تركي. طيب، ايه قصة احمد بن طولون وجه لمصر ازاي؟ في البداية احمد بن طولون جاء الى مصر نائبا عن زوج امه بايك التركي. بايك التركي ده كان اقطعه المنتصر. مصر طبعا جزء من الاقطاعات المصرية للاتراك، وزي ما خدنا في الدولة العباسية ان كان العباسيين بيقتطعوا بعض الاقطاعات للاتراك، من ضمنهم كان بايك التركي اللي هو زوج احمد بن طولون. فجاء احمد بن طولون الى مصر زوجا نائبا عن زوج امه بايك التركي. بعد ما توفى بايك التركي عين الخليفه مكانه شخص اسمه يرجخ، ده صهر احمد بن طولون. يبقى بايك التركي بعد منه جه يرجخ، وبعد كده بعد يرجخ عين بعد ذلك احمد بن طولون واليا مباشره على مصر، وسعى احمد بن طولون للاستقلال بمصر. استطاع طبعا احمد بن طولون ان يثبت حكمه في مصر، وهيثبت احمد بن طولون حكمه في مصر بعدة عوامل او عدة اسباب. رقم 1: قوة وضع مصر السياسي والاقتصادي واهميتها. 2: تعدد قيام الدول المستقلة في العالم الاسلامي بسبب ضعف الخلفاء العباسيين. 3: معاناة الخلافة العباسية من الثورات في مختلف البلدان. واخيرا شخصية احمد بن طولون الطامحة للحكم والسلطان، ولو ان دي ممكن نجيبها اول حاجة. يبقى لما يجي يسألني سؤال اثبت بالادلة، او سؤال يعني تاني بصيغة تانية، ساهمت بعض العوامل في تثبيت احمد بن طولون في حكم مصر، هقول رقم 1 شخصية احمد بن طولون الطامحة لحكم مصر. 2 قوة وضع مصر السياسي والاقتصادي واهميتها. تعدد قيام الدول المستقلة بسبب ضعف الخلفاء، ومعاناة الخلفاء أو الخلافة العباسية من الثورات في مختلف البلاد الإسلامية. أحمد بن طولون بعد ما استقرت أو ثبت الحكم له في مصر، ثبت حكم الدولة الطولونية في مصر، عمل 3 حاجات مهمين. إيه هما؟ رقم 1 حماية الثغور الإسلامية. رقم 2 نشر العدل وحفظ الأمن والنظام. رقم 3 أنشأ مدينة القطاع. طيب، يبقى كده في عندي اهم اعمال احمد طولون 3: حمايه الثغور الاسلاميه، 2 نشر العدل وحفظ الامن والنظام، 3 انشاء مدينه القطاع. هنعرف كل واحده عملها ازاي. بعد كده طب عايزين نعرف احمد بن طولون عمل على حمايه الثغور ازاي. احمد بن طولون اتجه بجيشه الى بلاد الشام، ومش هيسيب مصر لوحدها طبعا، هيسيب مصر مع ابنه العباس. واستطاع احمد بن طولون السيطرة على دمشق وحمص وانطاكيا حتى وصل الى طرسوس.
لكن بعد احمد بن طولون بعد ما استولى على طرسوس للاسف ابنه العباس تمرد، فعاد احمد بن طولون ليعيد او ليسيطر على الاوضاع من جديد. طيب، نشر العدل وحفظ الامن والنظام ازاي؟ حيث قضى على الثورات الداخليه في مصر، وضرب على ايدي المفسدين وطهر البلاد منهم. طيب، انشا مدينه القطاع رقم 3 ليه؟ انشا مدينه القطاع بما تفسر احمد بن طولون بمدينه القطاع لتكون عاصمه لدولته، وايضا بنى بها جامع باسمه، فكان من اهم المنشات في العصر الطولوني، وجامع احمد طولون لسه موجود لعند النهارده في القاهره. لعند دلوقتي القاهره مش موجوده، ما في حاجه اسمها القاهره، في مدينه القطائع، في الفسطاط وكان في القطاع. لسه القاهره هتنشأ بعد كده على يد المعز لدين الله الفاطمي زي ما هنعرف. احمد بن طولون هيتوفى وهياتي من بعده خمرويه. خمرويه هو خمرويه ابن احمد ابن طولون. طبعا في الوقت بتاع خمرويه كانت الدوله العباسيه طبعا تسعى لاسترداد مصر، وتسعى لاسترداد مصر مش لوحدها، لا ده استعانت باسحاق ابن كنده. اسحاق ابن كنده ده كان عامل او كان والي الجزيره الفراتيه والموصل، ونجح خمرويه طبعا ابن احمد بن طولون في السيطره على او في الانتصار على قوات الخلافه العباسيه طبعا بمعاونه اسحاق ابن كنده. في حاجه مهمه جدا في خمرويه بن احمد بن طولون. خمرويه بن احمد بن طولون تزوج من ابنة الخليفة العباسي كان اسمها قطر الندى. تمكن خمرويه من تزويج ابنته قطر الندى من الخليفة العباسي، مما ترتب على كده ايه؟ تقوية علاقة خمرويه بالخلافة العباسية، وتمتع خمرويه بنفوذ كامل على مصر والشام. يعني خلاص. فهنا سؤال مهم جدا ممكن يقول لي برهن على صحة العبارة الآتية: تمكن او ممكن يجي يقول لي مثلا قوة العلاقة بين خمرويه والدولة العباسية. برهن على صحة العبارة الآتية: قوة العلاقة بين خمرويه والدولة العباسية. هو حيث تمكن خمرويه من تزويج ابنته قطر الندى من الخليفة العباسي، ترتب على ذلك تقوية طبعا خمرويه علاقته بالخلافة العباسية، وتمتع خمرويه باستقلال ونفوذ كامل في مصر والشام والثغور. طيب، بعد كده هتضعف الدولة الطولونية. يبقى كده في الدولة الطولونية خدنا 3 أو 4 أسماء، بداية من أحمد بن طولون ابنه العباس اللي اتمرد عليه أثناء خروجه لإقليم الثغور، وخدنا خمرويه ابن أحمد بن طولون، وخدنا إسحاق بن كلدة الذي تعاون مع العباسيين اللي هو كان ولي الفرات، ودي بتيجي أكمل. إسحاق بن كلدة ده أكمل. وخدنا طبعا بنت خمرويه اللي هي قطر الندى التي تزوجت من الخليفة العباسي. دي أهم الأسماء اللي خدناها لعند دلوقتي. الدولة الطولونية هتضعف بعد مقتل خمرويه. بعد مقتل خمرويه تولى بعده ابنه جيش. يبقى في احمد بن طولون، بعده خمرويه بن احمد بن طولون، بعد كده جه جيش. كان صبيا طبعا لم يبلغ من العمر 14 سنة. استمرت فترة الحكم 6 أشهر بس، وطبعا استمرت فترة الحكم 6 أشهر ولم يستطع خلال إدارة الأمور. القائد حبسه وقتل طبعا، ثم تولى أخيه الأصغر أبو موسى هارون أمور البلاد. في نقطة مهمة جدا بقى، بيقول لي إن ضعف الدولة الطولونية طبعا ورغبة الخلافة العباسية في إعادة مصر لنفوذها المطلق، أرسل الخليفة العباسي جيشا بقيادة محمد بن سليمان الكاتب. ودي نقطة مهمة جدا. يعني في طبعا بما تفسر ضعف الدولة الطولونية، طبعا هقول قصة خمرويه أو ابنه جيش تولي أمور الدولة. طبعا الخلافة العباسية أرسلت جيشا بقيادة محمد بن سليمان الكاتب ليسيطر على الأوضاع في مصر طبعا. لكن أنا عايز أعرف أسباب سقوط الدولة الطولونية. إيه هي الأسباب التي أدت إلى سقوط الدولة الطولونية؟ عندي 3. رقم 1: كثرة المنازعات والصراعات بين أبناء البيت الطولوني. 2: تدخل الجند والموالي. رقم 3: رغبة الخلافة العباسية في استعادة نفوذها في مصر. دي أسباب سقوط الدولة الطولونية. يبقى كده خدنا أهم أعمال أحمد بن طولون، دعائم تثبيت أحمد بن طولون، وخدنا خمرويه بن أحمد بن طولون، وخدنا ضعف وسقوط الدولة الطولونية وكيف تم ذلك. في بعد كده أوضاع مصر الحضارية في عصر الطولونيين أو في عصر الدولة الطولونية.
لما نتكلم طبعا اول حاجه عن نظام الحكم والاداره، كيف تم نظام الحكم والاداره في مصر. طبعا احمد بن طولون طبعا اتبع سياسه داخليه معتدله اكسبته حب المصريين. تكون النظام الاداري في مصر في عصر الطولونيين من الحاجب والوزير وصاحب الشرطه وولاة الاقاليم وعامل البريد. دول الاداره والحكم في مصر: الحاجب، الوزير، صاحب الشرطه، ولاية الاقاليم، وعامل البريد. دي الاداره في مصر. طيب القضاء كان طبعا القضاء كان يعني نقطة مهمة جدا في حياة الدولة الطولونية، حيث حرص أحمد بن طولون طبعا على أن يختار القضاء، واشترط فيهم مش أي حد يشتغل قاضي أن يكون على جانب كبير من التقوى والنزاهة وحسن السيرة، وحضر بنفسه للنظر في المظالم حتى لا يزيد نفوذ القضاء. ودي بتيجي بمتفسر حرص أحمد بن طولون بنفسه للنظر في المظالم، هقول حتى لا يزيد نفوذ القضاء. بالنسبة للحياة الاقتصادية طبعا أحمد بن طولون اهتم بالنواحي الاقتصادية عشان يعيش في رخاء، فقام بإلغاء الضرائب الظالمة، استبعاد الموظفين المشكوك في ذمتهم، أصدر دينارا جديدا عرف بالدينار الطولوني، وده مهم جدا. أصدر دينار أحمد بن طولون دينارا عرف بالدينار الطولوني. الدينار الطولوني كان مميز حيث أنه يتميز بالدقة، وكان عياره ثقيل ووزنه ثقيل، مما أكسب التجار الثقة طبعا في المعاملات الاقتصادية الطولونية أو العلاقات أو المعاملات الاقتصادية المصرية. الزراعة، بالنسبة للزراعة طبعا أحمد بن طولون اهتم بالزراعة وعمل على زيادة الإنتاج الزراعي من خلال طبعا تخفيف الضرائب على الفلاحين، أمدهم بالبذور الجيدة، حفر الترع، إقامة السدود، إصلاح مقاس النيل، وزيادة رقعة الأراضي الزراعية. ده بالنسبة للزراعة. بالنسبة للصناعة طبعا ظهرت الصناعة في عهد أحمد بن طولون بسبب إن هو خفف الأعباء المالية عن الصناع، واهتم بصناعة النسيج والكتان، وانتشار عدة صناعات في أرجاء البلاد، يعني في منتشرة في كتير جدا في البلاد زي صناعة الزيتون وصناعة الصابون. التجارة بقى في عهد أحمد بن طولون وفي عهد الدولة الطولونية زي ما انتم ملاحظين ان اهم الحياة الاقتصادية والقضاء والإدارة كلها كانت في عصر أحمد بن طولون، يعني جم أبنائه بعد كده وكملوا على اللي عمل أحمد بن طولون. ففي التجارة اهتم أحمد بن طولون بتأمين الطرق التجارية، وعمل على فتح أسواق جديدة لتسويق طبعا لتسويق المنتجات. المنتجات المعمارية، اهتم أحمد بن طولون بإقامة العديد من المنشآت، أهمها مدينة القطاع. فيجي يقول لي من هو الذي بنى مدينة القطاع؟ هو أحمد بن طولون. وكمان مدينة القطاع شيد فيها قصرا فخما وسكنات للجنود، دي مكان إقامة الجنود، وسميت بالقطائع. ليه سميت بالقطاع؟ بما تفسر لأن كل طائفة من رجال أحمد بن طولون أخذت قطعة من الأرض تسكنها، زي السودان لهم قطعة، قطعة الروم لهم قطعة، قطعة المغاربة لهم قطعة، وهكذا. المنشآت المعمارية الثانية جامع أحمد بن طولون. طبعا جامع أحمد بن طولون طبعا أكبر الجوامع في أفريقيا، وهو أول الجوامع طبعا أنشأ أحمد بن طولون بمدينة القطاع، وحرص طبعا على ألا تأتي عليه النيران أو تأتي عليه مياه الفيضان. ثالث الجوامع الكبرى في مصر بعد جامع عمرو بن العاص وجامع العسكر، من أكبر المساجد في مصر الإسلامية مساحة، استغرق بناؤه سنة طبعا، واشرف على بنائه المهندس القبطي سعيد بن كاتب الفراغاني. ده طبعا اللي انشا او المهندس اللي انشا جامع احمد طولون. رقم بعد كده 3 البيمارستان. ايه هو البيمارستان؟ هي كلمه فارسيه بتتكون من مقطعان، بيمار يعني مريض، وستان يعني مكان اقامه، يعني مكان اقامه المريض، يعني المستشفيات. أحمد طولون أنشأ بمرستانا لمعالجة المرضى دون تمييز بين الطبقات أو الدين، كما جعل العلاج فيه دون مقابل، وألحق بالبيمارستان أيضا صيدلية لصرف الأدوية مجانا. بكده نكون أو لسه في حاجة بسيطة بس هناخدها، إن هو أنشأ القناطر، حيث طبعا أنشأ القناطر المياه. طبعا القناطر اللي كان أنشأها أحمد طولون لا تزال باقية لحد النهارده في حي البساتين بالقاهرة. حاجة كمان أحمد بن طولون عملها، حصن الروضة. حصن الروضة اللي أنشأه أحمد بن طولون هو حصن بجزيرة الروضة. وكمان أحمد بن طولون قام بإصلاح مقاس النيل طبعا لقياس ارتفاع مستوى مياه النيل طبعا، والمقاس دوت لا يزال موجودا لعند النهارده. بالنسبة للحالة العلمية والفكرية طبعا
اجتمع بالقطاع، مدينة القطاع اللي كان عملها أحمد بن طولون، المعلمين والعلماء والمحدثين والشعراء والأدباء وغيرهم. وكان أشهرهم طبعا القاضي المشهور بكار بن قتيبية الفقيه، والربيع بن سلمان الأزدي ده كان تلميذ إمام الشافعي، وابن عبد الحكيم ده كان فقيه وراجل بتاع تاريخ، وجعفر ابن عبد الغفار المصري كان كاتب، اتخذ احمد بن طولون طبعا كاتب له. والطبيب سعيد ابن طرفيل طبعا كان راجل في خدمة احمد بن طولون، وهو كان طبيب في خدمة احمد بن طولون. بكده نكون انتهينا من الدولة الطولونية في مصر. عرفنا اهم اركان الدولة الطولونية، عوامل تثبيت حكم احمد بن طولون، عوامل انهيارها، وطبعا الإدارة والحكم، واهم اعمال احمد بن طولون في مصر. بكده نكون انتهينا من الدرس اللي جاي بقى نتكلم عن الدولة الاخشيدية ومحمد بن طغي الاخشيدي. اي حد عنده استفسار، اي تعليق، اي سؤال، ممكن يسيب التعليق اسفل الفيديو. شكرا لحسن استماعكم والى اللقاء.